في ناس فاكرة إن الدفاع عن تاريخك عنصرية، لكن في فرق كبير بين إنك تهاجم غيرك وإنك تحافظ على هويتك. أكيد كلنا الأيام اللي فاتت سمعنا عن حركة الإفروسنتري والجدال حوالين هوية المصريين القدماء. اسمع الموضوع وبكل بساطة. ناس كتير بدأت تنسب الحضارة المصرية لغير المصريين، مع إن الحضارات بتسيب أثر في أرض أصحابها، لكن العلم والدراسات كان ليهم رد على الكلام ده. إن الموميات وحمض الDNA أثبت إن في وجود امتداد جيني ما بين المصريين القدماء والمصريين اللي موجودين دلوقتي. ولو الكلام ده حقيقي، ليه ما شفتش حضارة بنفس العظمة في بلدهم؟ وده طبعا مش معناه إن ما كانش فيه تنوع في مصر، لأ، مصر طول عمرها بتستقبل شعوب العالم، لكن في فرق كبير قوي بين احترام التنوع وبين إنك تمحي هوية شعب وتنسب تاريخه لغيره. لازم تفهم كويس قوي، الدفاع عن تاريخك وهويتك دي مش عنصرية، لكن العنصرية الحقيقية إنك تنكر تاريخ غيرك وتنسبه ليك. شاركوني في التعليقات وقولوا لي رأيكم.